بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي وإخواني، معكم المستشار أحمد عبد ماهر في بث جديد حتى توقنوا، لأني لما ألفت كتاب اسمه إضلال الأمة بفقه الأئمة أن الأمة ضلت بفقه الأئمة. النهاردة بقى هثبت لكم الكلام ده على الهوا عشان اللي ما قراش الكتاب. يعني مثلا السيد الشافعي أو الشافعية عندهم أنه ماء الزنا ماء هدر لا يرتب حرمة. فلو زنيت سيادتك بواحدة وخلفت منك عيل، متأسف، خلفت عيلة، تقدر تتجوز انت العيلة دي. يعني أن يتزوج المرء ابنته من الزنا. ليه يا شافعي؟ قال لك انه الشافعي قال انه ماء الزنا ماء هدر لا يرتب حرمه، خلاص يبقى يتجوز. لو حد فينا قال ربع او عشر الكلام ده دخلوه السجن. انما الشافعي حلو دح وجميل والناس كلها تعظمه وتقول له يا سلام على علمك اللي هو ما فيش منه. استاذ بقى خيري هيشرح لينا من خلال الكتب وهيوريكوا الكتاب ورقم الصفحة ويقرا لك اللي مكتوب فيها ويوريه لك لازق كده في الشاشة، علشان خاطر تتأكدوا ان انا لما قلت كلام كنت ما ألفش وما بزدريش دين الإسلام. اللي ازدرى دين الإسلام هم الأئمة بفقههم الأعور، كانوا ماشيين أصلا ما يعرفوش يلبسوا جزمة في رجليهم، انما بقى السادة الفقهاء علوهم علينا وركبوهم على دماغنا من فوق. فتعالى بقى شوف فقه السنه، الفقه متأسف فقه المذاهب الاربعه. شوفوا مع الاستاذ خيري، اتفضل. من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، الجزء الرابع، كتاب النكاح وكتاب الطلاق. وريهم الجلده كمان بعد اذن سيادتك. يلا، صفحه كام بقى؟ الصفحة رقم 71، كتاب النكاح. الشافعية قالوا: هذا ويجوز للرجل أن يتزوج بنته المخلوقة من ماء زنا، فإذا زنى بامرأة وحملت منه سفاحا وجاءت ببنت فإنها لا تحرم عليه، لأن ماء الزنا لا حرمة له، وكما تحل لأصوله وفروعه. بكده حضراتكم تأكدتم انه انا مش جايب الكلام ده من عندي، وان ممكن الواحد يتجوز بنته من الزنا. واللي قال الكلام ده الشافعي الذي ملأ طبق الارض علما، مش احمد عبد ماهر. وبعدين تعال بقى للامام مالك. اولا الامام الشافعي واحمد بن حنبل قالوا ان حمل المرأة ممكن يستقر في بطنها 4 سنوات. الامام مالك بقى قال لك لا 5، ولو طلقتها سيادتك في خلال ال5 سنين دول وجابت عيل بعد 5 سنين، حضرتك هتلبس العيل ده ويتكتب باسمك. ولو سيادتك مت وجابت هي عيل بعد 5 سنين، سيادتك برضه يبقى ابنك. ليه؟ هو العلم عندهم كده، ما عندهمش دي ان ايه ولا عندهم اي حاجه. وتلاقي واحد عندك هنا فقيه يقول لك اصل انا مش مقتنع بالدي ان ايه، لا اعتمد الدي ان ايه. ليه يا سيدي؟ قال لك اصل بعتمد حديث الولد للفراش وللعهر الحجر. صوره مسفه لفهم منحط لكتاب الله. ويقول لك الفقه على المذاهب الاربعه. هنقرا بقى دلوقتي من كتاب الفقه على المذاهب الاربعه اللي بيتباع في السوق، ونشوف صفحه كام. استاذ خير هيقرا لنا ازاي ان الامام مالك قال ان حمل المراه ممكن يستقر بطنها 5 سنين. يعني سيادتك كنت معاشرها من 4 سنين فاتوا، خلفت هي عيل بعد 4 سنين، يبقى حضرتك باسمك. ولو انت حنبلي يبقى بعد 4 سنين، لو انت مالكي يبقى بعد 5 سنين. هو كده. لو انت شافعي يبقى بعد 4 سنين. اما الامام ابو حنيفه كان راجل طيب، قال بعد 2 سنين بس. يعني تفضل حامل 2 سنين، وبعد ال2 سنين يبقى ما نعرفش ده ابن مين بقى. ادي فقه الائمه. اتفضل يا استاذ خيري، وريهم اسم الكتاب، وريهم رقم الصفحه، وريهم الموضوع.
من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الرابع برضه. كتاب النكاح وكتاب الطلاق. صفحة 513 من كتاب النكاح. قال صوتك شويه. ثم إن المالكية قالوا إن أقل مدة الحمل 6 أشهر وأكثرها 5 سنين، وهذا هو المشهور الذي درج عليه القضاء عندهم. فإذا طلق امرأته واعتدت بالحيض أو بالأشهر في حال ما إذا مات عنها زوجها وانقضت عدتها ب3 حيض في الحالة الأولى أو ب4 أشهر و10 في الحالة الثانية، ثم جاءت بولد لأقل من 5 سنين تحسب من زمن انقطاع وطئه عنها، فإن الولد يلحق نسبه بالزوج إن كان ميتا بلا كلام. خلي بالكم بلا كلام دي مهمة أوي. يعني أنت سيادتك مت ومراتك اللي أنت كنت متجوزها بعد إن شاء الله ما تاخد 4 أشهر و10 أيام وجابت ولد بعد 5 سنين تلبسه حضرتك يبقى ابنك. ده فقه عمال من الأربعة اللي الأزهر مش عايز يجدده. أيوه مش عايزين يجددوه، وبيقول لك لا، الرئيس يقول لهم جددوا الفقه يقولوا لا. عشان ايه؟ عشان الامام مالك. هو حد هيفهم اكتر من مالك؟ حد هيفهم اكتر من الشافعي؟ حد هيفهم اكتر من ابن حنبل؟ حد هيفهم اكتر من ابو حنيفه اللي قال لك المراه المستاجره للزنا لا حد عليها؟ اقرا يا سيدي. ويلحق بالمطلق إن كان حيا ما لم ينفعه بالعان بأن يدعى أنه ما لم ينفيه بالعان بأن يدعي أنه ابن زنا ويلاعن بالكيفية الواردة في القرآن كما يأتي في مباحث اللعان. شكرا. ادي صورة، ودي أول صورة. احنا هنبقى حلقات مستمرة عن الفقه على المذاهب الأربعة اللي مش عايزين يجددوه، اللي مش عايزين يسمعوا كلام سيادة الرئيس ويجددوه، عشان نشوف السادة الفقهاء هيودونا في داهية ولا هم دول اللي بيفهموا وهم دول المتخصصين واحنا اللي ما بنفهمش واحنا اللي ما بنعرفش واحنا اللي مش متخصصين. بس ادي كل الحكاية. شكرا جزيلا يا إخوة الإسلام، وربنا يبارك فيكم، ولنا لقاء آخر مع الأستاذ خيري في كتاب آخر أو في ذات الكتاب إن شاء الله، علشان نوريكم إزاي الفقه على المذاهب الأربعة مضيع الإسلام. شكرا.